السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مع التجربة. وأول حاجة إحنا بنعملها هنطمن على كل التجربة بتاعتنا دي ونشوف الميل وورم عامل إيه. نبدأ بأول حاجة هنا. ده كان علف الفراخ، باين أوي أهو ما شاء الله إن الدود كويس جدا وبيتحرك وصحته ما فيهاش أي مشكلة. هو برضو هنا ما شاء الله الدود كويس، صحته جميلة ما فيهاش أي مشكلة، بياكل منه عايش. اللي بعديه برضو مفيش اي مشكلة. فول الصويا انا شايف الدود حي ومفيش مشكلة. الشعير برضو الشعير مفيهوش اي مشكلة ما شاء الله، الدود عايش اهو بياكل. الذرة الصفرا ما شاء الله ما شاء الله، الذرة الصفرا برضو مفيش اي مشكلة فيها الحمد لله. نيجي للردة. الردة انا مجربها وعارف ان هي ان شاء الله مش هيبقى فيها اي مشكلة، بس بقى هما بيعرفوا يستخبوا في الردة كويس اهم، جمال جدا ولا فيهم اي حاجة. الدقيق هنسيبه للاخر عشان هيعفر المعلقة بتاعتنا. الشوفان برضو الشوفان جميل مفيش اي مشكلة فيه. نشارة الخشب بقى، ودي اللي انا الصراحة عايز اشوفها قوي. برضو ولا فيها اي مشكلة سبحان الله، عايشين اهو مع نشارة الخشب كويس مفهومش مشكلة الحمد لله. دي نشارة الخشب الناعمة. نشارة الخشب الخشنة اهم عايشين برضو مفيش اي مشكلة الحمد لله. العيش فقط ده بقى صعب ان انا احفر فيه. برضو عايشين بيجروا. مش عارف الكاميرا جابتهم ولا لا. الكاميرا جابتهم، كانوا قاعدين بيجروا هنا اهم ما شاء الله عايشين اهم زي الفل. نيجي بقى لعلف السمك، وهنا انا لاحظت ان فيه وفيات كتيرة. فانا دلوقتي هنقل علف السمك ده من هنا للعلبة البيضة دي، وهنرجع لكم تاني ونشوف ايه اللي حصل في علف السمك. بصوا بقى يا جماعة، زي ما احنا مش شايفين هنا قدامنا ده اللي انا هوسع اهو، دي كده ميتة، شايفين مسودة ازاي وميتة. دي برضو نفس الكلام، دي صغيرة ما كبرتش خالص، يعني انا كنت حاططها بتالي كانت اكبر من كده، بتالي حجمها قل. كل ده بصوا ميت ميت ميت. انا هجيب الميت في النص. انا مش شايف غير واحدة بس هي اللي صاحية، اتنين اهم بقوا اتنين صاحيين بس من 30 واحدة. كل ده مات، تقريبا كل 30 واحدة ماتوا الا اتنين بس. انا شايف اهو مفيش غير اتنين بس هما اللي حيين، والباقيين كلهم ماتوا. حتى الاتنين اللي حيين، يعني بصوا الحية اهي، دي واحدة من الحيين ما بتتحركش اساسا وشكلها بتموت. فهنا احنا نقدر نقول ان تربية الميل وورم على علف الاسماك فاشل جدا، لان حتى ما لحقوش يقعدوا اسبوعين. احنا بقالنا 13 يوم عاملين التجربة، هم قبل 13 يوم كانوا بيموتوا. انا كنت ملاحظ ان هم بيموتوا، وقلت اسيبهم اكتر يمكن حاجة تحصل، ولكن كل يوم كان بيموت اكتر لحد ما خلاص ما بقاش فاضل فيهم غير اتنين. وكده احنا نقدر نقول ان علف الاسماك في تربية الميل وورم علف فاشل جدا. ولكن انا برضو هقول لكم على حاجة. انا اعتقد كل الاعلاف اللي كانت عندنا دي كانت مصنوعة من مصادر بروتين نباتية، اللي علف الاسماك ده داخل فيه مصادر بروتين حيوانية زي الفيش ميل او بيتقال عليه مسحوق السمك. ممكن يكون مسحوق السمك ده هي الحاجة اللي ضرت الميل وورم، وممكن يكون حاجة تانية. انا برضه عشان اتأكد انا هعمل تجربة وهجيب سمك مجفف خام وهحط عليه الميل وورم بتوعنا ونشوف هل فعلا هي الحاجة اللي موتتهم هي الفيش ميل او مسحوق السمك، ولا الحاجة اللي موتتهم دي حاجة تانية برضو موجودة في أعلاف الأسماك. وهنفضل نعمل كده نربيهم على حاجات معينة لحد ما نعرف ايه هي المادة بالظبط اللي مخلية الدود حتى ما استحملش اسبوعين ومات.
يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. وفي احد المتابعين عشان بس ما ننساش كان قال لي ان هو عايز يجرب الفول السوداني من ضمن قشر الفول السوداني. يعني هو بيقول قشر الفول السوداني ده هم بيقشروه وبيستخدموه في حاجات كتيرة عندهم يعني في دولتهم. فقال لي طب هل بقى قشر الفول السوداني ده هم يقدروا يعيشوا عليه ولا لأ؟ وانا قلت له حاضر هعمل تجربة، واديني فعلا جبته. ودلوقتي انا هبدأ انقي بسرعة كده 30 واحدة من اللي عندي هنا عشان يخشوا ايه في تجربة الفول السوداني. 1 2 3. فبكده احنا خلاص 30 واحدة هم. حطينا ال30 يرقة بتاعتنا هنا وشلنا علف الاسماك لان هو فاشل خلاص في تربيتهم. اللي عنده برضو اي حاجة او اي نوع علف عايز يجربه يقول واحنا ان شاء الله هنجربوه. كان في متابعين كتير قالوا لي عايزين يعرفوا ايه اللي حصل في مزرعة الميل وورم. المزرعة الفترة اللي فاتت دي انا بعت منها كتير، وبرضو ما شاء الله حصل فيها تكاثر كتير. هوريلكم دلوقتي على السريع كده ايه المزرعة وصلت لايه. خليكم معايا. زي ما احنا ما شايفين المزارع بتاعتنا اهي 2 4 6 8 والاتنين بوكس دول الخنافس. طيب ايه بقى اللي حصل الفترة اللي فاتت؟ تعالوا كده هوريكم بسرعة. بص ده اليرقات اللي طلعت يوم 15/10. 15/10 بصوا كده ما شاء الله عليهم. تمام. البوكس ده برضو 15/10. خلاص هو نفس العمر اللي انتوا لسه شايفينه ده. طيب ده 5/10. انتوا عارفين ان بيبقى فيه فرق 10 ايام لان انا بسيب الخنافس في كل علبة 10 ايام. بصوا بقى فرق 10 ايام بيبقى عامل ازاي في الدود. ده كده اكبر من اللي فات ب10 ايام بس. شايفين ما شاء الله الفرق؟ ده كده اكبر منه ب10 ايام. فرق طبعا يعني واضح جدا في النمو ما بينهم. تمام. بصوا برضو البوكس ده اوريكم الاحجام. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ده كله صغير جدا، ده لما يكبر بيملى العلبة خالص. دي مكانها مش هنا، دي مكانها مش هنا خالص. هوديها البوكس تاني. ده يوم ده 15/10. ده احنا شفناه. ده بقى الجديد، ده اللي انا عملته قريب قوي. النهارده كام؟ النهارده 30. ده انا عملته يوم 28، يعني عملته اول امبارح. ده بقى البيض اللي لسه ما فقسش مع شويه يرقات صغيره. مش عارف بقى هيبان ولا لا. هو باين حركه، مش عارف باين حركه. هما باينين اهم بس صغيرين قوي. يعني بصوا هنا في واحده انا شايفها اهي، باينين بس هما صغيرين. بس هو في السن ده كده يعني ايه صعب ان احنا نشوفه. بس انا لما بحرك كده وبلاقي في حركة كده كتيرة في الردة، ده بيبقى هي اليرقات اللي قاعدة ايه بتتحرك ما شاء الله. تمام. دي بقى المزرعة اللي هي اكبر حاجة عندي، ودي اللي المتابعين لما بيعوزوا انا ببيع لهم منها. وده يرقات على وش تشرنق. دي اكبر حاجة ممكن ان هي توصل لها، ودول خلاص بيتشرنقوا. ده اكبر حاجة ما شاء الله. وهما انا لميت الشرانق بتاعت النهارده اهي. الشرانق اللي طلعت منهم النهارده دي الشرانق دي بقى يا جماعه انا بوديها على البوكس ده. وده بوكس الخنافس الجديد. انا عملت بوكس خنافس جديد. بصوا هما فيهم مستخبيين هنا اهم ما شاء الله اهم. الشرانق اللي بتتحول لخنافس على طول بحطها في البوكس الجديد ده. البوكس ده انا لسه بادئه، يعني حتى الارقام دي ارقام قديمه مش بتاعتنا خالص.
ده معمول البوكس ده عامله يوم 28 برضو، يوم ما نقلت الشرانق. تمام. دول بقى، ده انتوا عارفين ان احنا كان عندنا علبتين فيهم الخنافس. انا الخنافس بدأت ان هي يحصل فيها وفيات لان خلاص الدورة بتاعتهم كانت عدت. انا شلت الخنافس اللي ماتت هنا عشان اوريها لكم. بدأت خلاص بقى الدورة تخلص، في الخنافس بدأت انها تموت. طبعا الخنافس دي انا بخدمها برضو كمادة علفية، ما برميش حاجة. المهم الخنافس بقى بعضها مات عشان خلاص قرب يخلصوا الدورة، وضميت انا العلبتين على بعض. بقت العلبتين ما شاء الله فيهم بتاع 600 خنفسة ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله. دول هما اللي بيعملوا لي ايه القطيع بتاعي. ماشي. وده حجم ده من 1/9. بصوا كده، من 1/9 لحد النهاردة وصل تقريبا خلاص اهو، وصل حجم التسويق بتاعه خلاص. وممكن تلاقوا في شرانق هنا كمان. يعني ما شاء الله المزارع شغالة، ولكن بقى الانتاج اكتر بكتير من الاول ما شاء الله يعني، الحمد لله. تعالوا نبص على الاستاكوزا الحلوة بتاعتنا. الاستاكوزا دي انا بحاول افرخها، ومعاها هنا اسماك الجوبي. عايزين نجيب برضو سمك الجوبي. سمك الجوبي خلاص السمكة دي حامل اهي، بطنها منفوخة وحامل، وان شاء الله هيبقى عندنا سمك جوبي قريب جدا صغيرين. وهنا وهناك الذكر والنتاية قاعدين بيلفوا حوالين النبات. الوانهم جميلة ما شاء الله. دول انا بفرخهم، ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو خاص بيهم عن تفريخ الاسماك، وفيديو عن تربية الاسماك، لان في احد المتابعين طلب ان احنا نعمل عن تربية الاسماك عامة، بس مش الاسماك الجوبي ولكن اسماك التي يعني يستهلكها الانسان، زي البلطي او البلطي الاحمر او الدنيس او القاروص او كده. في اخر فيديو لو عجبكم او استفدتم منه حاجة، ياريت ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم من كل ده انكم تسيبوا كومنت، لان ده فعلا بيدعمني معنويا ونفسيا. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.